يمدحه ويقول عنه حبيب وهو ما جلس معك كل يوم. لا يغرك المظهر يلفطن اللبيب، ولو شفته يصلي أو يصوم ليتك تلازمك القرين الصحيب لجل يتبين لك إنه ظلوم. يتحرز لا يجعل لسانه معيب، لكن على أسرته أنواع السموم. أسأل الله دعاء إنه يستجيب، يريحنا من هالأشكال الشؤوم. لأحد الكتاب: تراه بوجهين، الوجه الأول يحمل العطف واللين والسرور والابتسامة، يد حانية تحتضنك وقلب واسع يؤويك. فإذا رأيت وجهه الثاني، أجارنا الله وإياكم منه، رأيت عبوسا بغيضا لا رحمة في قلبه ولا رأفة في خلقه، فهو يمثل شخصيتين متناقضتين في ثوب واحد. وإذا وقفت لتبحث عن دوافع هؤلاء فإنك ستقف عند أهمها، وهو دافع النفعية والوصولية والانتهازية، وهو يتلون بلون صاحب المصلحة التي يرجوها منه. قالوا: كان عبد الملك بن مروان يحب الشعر، فانشغل النفعيون بقراءة الشعر وروايته. فلما جاء الوليد بن عبد الملك كان يحب البناء والعمار، فانشغل النفعيون بالبناء والعمارة لتقربوا منه. فلما جاء سليمان كان يحب النكاح والإماء، فانشغل الانتهازيون بالجواري والأنكحة. فلما جاء عمر بن عبد العزيز وكان يحب الصوم والصلاة والذكر، فكان النفعيون يقول بعضهم لبعض: كم تصلي من الليل وما هو وردك الليلة. فكم من أسر ظهر أفرادها على حقيقتهم، وما ذاك إلا بسبب أولئك الذين يحملون وجهين. في الحديث المرفوع: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. التوحيد أساس الحياة، فمطلوب منك أن تكون موحدا بين شخصيتك وصورتك، فيكون ظاهرك كباطنك شخصية واحدة ووجه واحد ولسان واحد.